اليوم راح نسوي كيكة العصرانية. الكيكة اللي أمهاتنا يسووها سهلة وسريعة، راح أدخل بيها عنصر النشا. للمبتدئين هواية يقولوا لهم فهد ما تضبط ويانا الكيكة، راح نشوف اليوم طريقتها حتى تتعلموها. راح نبدي أول شي بالبيض بدرجة حرارة الغرفة، لازم مو بارد. برش ليمون بما إنها كيكة ليمون، وراح نخلط البيض والليمون والفانيلا. أنا خليت فانيلا سائلة، نخلطهن خلطة زينة لحد ما يكون شكله أبيض، يصير على بياض، يعني يصير بيوغف، احنا نقول عليه بالعراقي. نضيف المواد الثانية، بعدها نضيف السكر على دفعات، نسوي دفعتين اللي هو قياسه كوب أو حسب ما أنتم تحبون الحلا مالتها. أنا ضفته هنا، نضيف ونخلط بهالشكل. راح نستخدم 3 كوابة طحين، نص كوب حليب ونص كوب نشا. هذا نص كوب حليب ونص كوب نشا و3 كوابة طحين، ونخلط المواد. وهنا بكم باودر ملعقة كبيرة دبل يعني. بعد ما خلطنا الطحين ضفنا نص كوب زيت وليمون، عصير نص ليمونة، ونخلط بالخلاط الكهربائي مثل ما تشوفون واضح عندكم بالفيديو. نجيب قالب هذا اللي ينفتح أو أي قالب دائري كله يرهام، ندهنها طحينية اللي هي الراشي احنا نقول عليها بالعراقي، بس هو لو قالب متحرك أسهل لك وأحسن. وندهنها وراح نحط الخليط بها. احنا حمينا الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت حتى ندخل الكيكة بيه، وهذا قوام الكيك بهالشكل. راح أفرغه بالقالب وادخله بالفرن 40 دقيقة أو حسب كل من وفرن مالته. نسوي هاي الحركة بعود مالت شوي مثل ما تشوفون حتى الكيكة تطلع المستوى مالتها عدل، ونطلع من عندها الهواء. بعد 40 دقيقة استوت ويانا الكيكة، شوفوها لازم أبد ما تفتحين الفرن إلا ورا نص ساعة، وصار منظرها بهالشكل تخبل. نرفع من عندها هذا الغطاء مالت الكيك، هذا يكون متحرك. شوفوا منظرها يخبل وسهلة وسريعة. شوفوا هشاشة الكيكة تخبل، صارت هشة وتكون عالية المستوى مالتها، هذا بسبب النشا اللي ضفناه. وأهم شي خطوات الكيك من ينجح وياك لازم تخفقين البيض تسويه كريمي. وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم طريقة الكيك. أترككم بأمان الله وحفظه.